سلام شيرات، سلام خواتاتي وحباباتي، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وتكونوا لاباس. نلقاكم هذا الفيديو مهنيين مغنيين يا ربي. ام يسرا اليوم جابت لكم فيديو جديد كالعاده. خممت فيك وجبت لك فيديو جديد، فيديو شباب فيه مقبله وفيه طاجين تاني الجلبانه يعني بديكور جديد اخواتاتي. هنايا جبت لك هاد المقبله، شوفي غادي غير تحطيها في الطبسي يطيروا بها. هي الاولى يطيروا بها. بنه خرافيه، بنه عالميه ما نحكيلكش. خير من البوراك وبديل البوراك اخواتاتي. والطاجين تاع الجلبان تاني درته لكم بطريقه تاني شابه وبنينه وينتكليه ليه. شاولا ما تكتروش الشيرات، على بالكم باللي على بالكم الشيرات في رمضان ما نطيقوش ناكلو بزاف وما نستهلكوش الماكله بالبزاف، نطيبوا الحاجه اللي ناكلوها وحاجه قليله. هذا ما كان اخواتاتي. قبل ما ندخلوا في الفيديو تاعنا ما تنساوش صلوا على الحبيب المصطفى وما تنساوليش داك الجام هذاك احباباتي. هنايا نبداو بلا فاكس. هذه لا فاكس اللي راح نخدموها تاع المملحات. عندي هنايا لا فيونداشي، عندي البصل، عندي شويه تاع الزيتون ولي زيبيس، عندي فلفل اسود، عندي فلفل احمر، عندي الكوري، شويه تاع الملح، عندي هنايا شويه تاع الكرويه، توابل الدجاج، وتاني شويه تاع الثوم يكون مطحون. الثوم لازم الثوم خواتاتي يكون مطحون. هنايا الثوم نديروه في لافارس ورايحين نديروه تاني في العجينه. هنايا نطيب الفيانداشي تاعي والزيتون وهداك البصل، ندير عليه هادوك التوابل هادوك، زيدوا شويه تاع القرفه وشويه تاع الكمون، يعني بين صباعك تاع الكمون. هنايا نقلي لا فيونداشي تاعي مع الزيتون والبصل من يطيبوا كامل ونعرف بلي هذاك الزيتون طاب باسكو علاه اللحم بالخف يطيب. نزيد هنايا نص كاس تاع لا كريم فريش، نص كاس تاع لا كريم فريش، ونقص النار ونخليها تتشرب هذيك لا كريم فريش خواتاتي. قلت لكم هاد لا فارس تجي بزاف بزاف شابه، ما تسحقيش معاها كاع الفرماج الا كاع ما درتيهش وعادي نورمال. انا نخدم بهذه هاد لا كريم فريش، هذه مليحه خواتاتي، انا نشري من هذه الكبيره وتجي بزاف بنينه هذه. نكملوا هنايا لافاس تاعنا، نخلوها تتشرب وتنشف على غرضها، ونجو هنايا العجينه هنايا اش عندي كاس تاع حليب دافي، عندي خميره تاع العجين يعني مغرف تاع السكر، شويه تاع الثوم، شويه تاع الملح، ومغرف تاع اللحظه، والفرينه باه نلمو العجينه تاعنا خواتاتي. هاد العجينه تجي بزاف شابه وتجي خفيفه ريشه قطنيه. نجيب الزلافه تاعي، ندير فيها هذاك الكاس تاع الحليب، وانتيا الا راكي باغيه تضاعفي الكميه ضاعفي الكميه. ديري زوج كيسان تاع حليب ولا كاس حليب وكاس ما. نزيدو هادوك المكونات الجافة اللي هي مغرف تاع تاع الحضا، ونزيدو تاني الخميرة مع هداك السكر، هما الأولين نديروهم ونخلوهم يتفاعلوا، ماشي يتفاعلوا بزاف هاد العجينة بدون اختمار الشيرات. نخلط هنايا ديك الخميرة مع السكر بهداك الحليب. على درنا الحليب باش العجينة تجي بنينة الشيرات. وانتيا لا ما عندكش يعني الحليب ديري الماء وديري مغرف تاع الحضا، بصح يعني ديريها بالحليب يكون افضل. الحليب يعطي هذيك البنة، وحدها ديك البنة تحس بلي راكي عجنتها بالياغورت ناتور. هنايا ندير 4 مغارف تاع الزيت، 4 مغارف تاع الزيت الشيرات. علاه نديرو 4 مغارف تاع الزيت؟ باسكو العجينة تتطلب الزيت باش تجي كروستيون، تجي شابة بالبزاف. نخلط هاد المكونات التوعي كيما راكي تشوفي، ونزيد مغرف تاع اللحظه والمكونات اللي بقات اللحظه والملح والثوم. لازم الثوم في العجينه، الا ما عندكش الثوم ديري الزعتره. انا الشيلات ما يبغوليش الزعتره في العجينه، على هذيك اللي درت الثوم وحده خواتاتي. وكيما على بالكم الايامات راهي تجري، وبالخف السمانه الاولى تاع رمضان فاتت. ان شاء الله نكونوا كيما يقول لك نصوموا رمضان تاعنا على أتمم وجه، يعني ماشي شرط الماكلة، ماشي شرط نبدلوا، ماشي شرط لا. الواحد رمضان للعبادة، ورمضان باش تصفى القلوب، ورمضان تاع العبادة ماشي رمضان غير تاع الماكلة. شوالا هو رمضان من ضيف ويجي خطرة في السنة نضيفوه ونديروا هذيك المأكولات هذيك باش نفرحوا الأزواج تاعنا ونفرحوا وليداتنا. هذا ما كان خواتاتي، وما رمضان غير تاع عبادة وصلاة، ونحسوا بالفقير ونحسوا بالمسكين ونحسوا اللي ما عندوش. كاين ناس ما رايش تاكل، كاين
الناس راهم يعني يقدموا لهم في السبيل، وكان ما كانش هذاك السبيل يقعدوا بلا ماكله مساكن. هادو هما خواتاتي، ان شاء الله ربي يفرج على كل واحد وعلى كل وحده باذن الله سبحانه وتعالى. خواتاتي هنايا درك كما شفتوني لميت العجينه بالفوي، ودرك نسحقوا اليد. هنايا بيدك لمي العجينه، وكي تلميها لميها كيما راك تشوفي فيا، كيما هكا على شكل البيتخا. يدك ديريها على شكل البيتخا باش تلمي العجينه تاعك. وهنا زيدي غير بشويه بشويه الفرينه، ما ديريش الفرينه كاع باش ما تعجلكش وتيبسلك، لا ديري غير بشويه حتى نتحصلوا على عجينه طريه تلصق في اليدين. هذه هي خواتاتي. لمي العجينه تاعك غير بشويه، وما تقلقيش العجينه، باسكو علاه العجين كي تقلقي عليه ما يخرجلكش الشباب. توجور العجين تاعك خدميه غير في غردك، غير وحده وحده. هنايا كيما راكم تشوفوا راح نزيد شويه تاع الفرينه باش نتحصل على العجينه اللي راني باغيتها. هذه هي خواتاتي. وهنايا قلت لكم العجينه هذه تاع المملحات بزاف بزاف بنينه، بزاف شابه، وخير من البوراك وبديل البوراك. قلت لكم في ساعه تنتكل كي تحطي هذاك الطبسي ولا هذاك البلا ليه يروح. هنايا شوفوا العجينه كي تحصلت عليها، كي ديري صبعك تلصق لك، نديرولها شويه تاع الزيت ونغطوها ونخلوها تختمر. وهنايا نروح ندير الجلبان تاعي. الجلبان هنا شا عندي طرف تاع اللحم ولا دجاج، ولا عندي شويه تاع الثوم فلفل اسود، شويه الكيري تاع الجلبان، وزيد له شويه تاع فلفل اسود، ونزيد لها عود تاع القرفه، وحبه تاع بصل مرابيه، وشويه تاع الملح حسب الذوق. هذه هي خواتاتي. ونزيدو هنا كيما راك تشوفي هادو هما التوابل اللي انايا درتهم، باسكو علاه الجلبان ما فيش توابل بزاف. الا ما عندكش الكيري ديري الكركم. هادو هما خواتاتي توابل تاع الجلبان باش يجيك بنين ويجيك شباب. ما ديروش الطوماطيش تاع القوطي باسكو يجيك احمر. وحنا الجلبان معروفين نديروه مرقه جايه تخرج لك ريحه الباج، يعني ريحه الصفوريه، باش يجي بنين وينتكل. والجلبان تاع المرقه حمراء هذاك وحده تاع اللي نديروه تغميس، بصح حنا ما رايحين نديروه تغميس، رايحين نديروه يعني طاجين مع مقبله تاع البطاطا على شكل ورود. هذه هي خواتاتي. وهنايا نكملوا الطاجين تاعنا. هنايا كي يتقلى هذاك البصل وهذاك الملح راح ندير الجلبان تاعي، كميه تاع الجلبان. هنايا نخلط كامل داك الجلبان تاعي في هذيك المرقه، ونغطي عليه ونقص عليه ونخليه يطيب. توجور نقول لك نقصي النار على ماكلتك، ما تخليش ما تقويش النار وتخلي هذيك لاصوص تنشف والماكله ما تجيكش بنينه. توجور نقصي النار وخلي هذيك المرقه تاعك تتجمر. هنايا كي طاب الجلبان تاعي جبت على راس المغرف شويه تاع السكر، راح نديرو في هذيك المرقه ونعاود نشعل عليها ونخليها تتجمر غير بشويه. وهنايا نجيب المول تاعي. هنا بعد ما قليت البطاطا دوائر، هنايا نشكلها على شكل وردات. نعمر هذوك لي مول تاوعي كيما راك تشوفي، صنعيهم على شكل وردات حبيبتي. وهنايا تحصلي على يعني ورده تجيك شابه وتزيني بها الطاجين تاعك تاع الجلبان، ولا طاجين تاع الزيتون، طاجين تاع الدجاج بالشامبينيون تاني تزينيه بهاد هاد الورود تاع البطاطا. نكمل كامل البلا تاعي. انا ما درتش بزاف، درت على حساب العائله تاعي مش راح نكثروا. هنايا البيض هذا رايحه نغلق به دوك الحبات تاع البطاطا. هنايا نفوت ندير غير مغرف مغرف ماشي حاجه، يعني مغرف مغرف، ونزيد ندير لها شويه تاع لافيونداشي في الوسط. هنايا كان عندي لافيون داشي تاع الدجاج كان باقي لي الشيرات، كنت خدمته كان باقي لي شويه، عمرت به هاد الوريضات تاع البطاطا. عمريهم مليح كيما هكا. وانتي بغيتي تعمريهم تاني بالطون، بغيتي تعمريهم بالدجاج مطحون، نتيا والاختيار يبقى عندك. بغيتي غير فرماج رابي نتيا واش بغيتي. انا هنايا بغيت نعمرهم بهاد لافيون داشي تاع فيونداشي كان باقي لي قلت لك من قبل خواتاتي. هنايا علاش انايا توجور كي نطيب نخلي شويه، الا من الدجاج نخلي، الا من اللحم نخلي، باش على كي نبغي ندير هذوك المقبلات على بالكم ما ياكلوناش اللحم بزاف ما ياكلوناش الدجاج بزاف، ندير كيما هكا نلقاهم نجبدهم ونبدا نزين فيهم. انا درت هنايا كيما قلت لك على حساب العائله تاعي ما نكثرش باش ما تبقاليش زياده.
وعلى بالكم باللي رمضان توجور ما ناكلوش بزاف. نجيب هنايا شويه تاع لا كريم فريش ونفرغها من الفوق، وانتي الا ما عندكش لا كريم فريش صنعي لا بيشاميل. لا بيشاميل عادي صنعي شويه وبداي تسقي فيها في القوارب تاع البطاطا تاوعك. انا كانت هنايا عندي لا كريم فريش، درت لهم غير مغرف مغرف من الفوق ونزيد لها فرomاج رابي وندخلها للكوشه الشيرات. انايا نرجع للعجينه تاعي هنا بعد ما خمرت وعطيتها الوقت، يعني عطيتها الوقت خليتها. راح نبيزها كيما هكا، يعني خبيزات صغار صغار باش كي نحلهم يجوني متحوفين. ما تكبروش العجينه باش ما تجيكش الحبه تاعك باسله، تجي الحبه لازم تجي متحوفه وتجي شابه على شكل عرايش. هذه هي. نحلي العجينه تاعي كيما راك تشوفي غير بشويه حليها. هنا مش حنسرع لكم الفيديو باه تشوفوا الطريقه مليح مليح الشيرات. هي شواله غير حطي راسك وتبعيني وحتخرج لك النتيجه كيما خرجت لي طوب دي طوب. هنايا جيبي غرفيه، وانا كان عندي هذاك السيرسو صغير مي جاني صغير بزاف مبغيتش نقطع به، قطعت هنايا بالغرفيه الشيرات. حليها شويه بيدك وخلي العجينه تاعك ملحمه شويه. نديرو داك الحشو على شكل تي، حرف تي كيما نديروه في العرايش، وقطبي هذيك الجهه هكاك قفليها على شكل طول، وزيدي هذه منا على شكل حرف تي كيما راك تشوفي بهذه الطريقه هذه. قفلي الجوانب مليح مليح هكاك باش ما تنتحلكش من نقلوها، وسقميها هكاك. انا ما درتهاش ما عوجتهاش على شكل عرايش، مي عطيتها هذاك الشكل هذاك. بصح شوالا لي كوت ما درتهم لهاش على شكل عرايش، بغيتها على شكل المثلث هكاك تجي بزاف شابه وتجي بزاف تحفه تحفه في الطاوله الشيرات. وما نحكي لكمش على البنه، البنه وحدها قلت لكم بديل البولاك اخواتاتي. انايا شوفوا الشيرات. نكمل معاكم هاد الحبات هادو وراح نشوفوهم من بعد كي نقلوهم وتشوفوا الطريقه اللي رايحين نقلو بها هاد الحبيبات تاوعنا. نكمل انايا هاد العجينات تاوعي ونجيب هنايا زوج حبات تاع البيض، درت لهم شويه تاع الثوم شويه تاع فلفل اسود. نخلط البيض تاعي مليح مليح ونقضب هادوك الحبيبات تاع العرايش تاوعي ولا تاع المملحات اللي درناهم، ونبدا يعني ندخل فيهم في هذاك البيض، ومن بعد نديهم لا شابلور كيما راكم تشوفوا. هنايا قطعت لي انايا 18 حبه، 18 حبه قطعتها لي الشيرات. عندي هنايا لا شابلور كيما راكم تشوفوا. لا شابلور هنايا قلت لكم توجور الخبز يابس تاعكم ما ترموش، قطبيه داخله الكوشه حمريه شويه ومن بعد قطبيه طحنيه في الاشواغ وغربليه وديريه في ساشيات وحط تحقيه وتصيبيه حبيبتي. نجيب الحبيبات تاوعي نديرهم في البيض كيما راكي تشوفي، ومن بعد نرمدهم في لا شابلور هكاك، وتكون الزيت تاعي حاميه تغلي نديرهم فيها ونخليهم يتغلاو ويتحمروا على الجهتين. قلت لكم تجي تحفه وتجي بنينه بالبزاف، وما نحكي لكمش البنه وحدها وحدها. غير جربوهم الشيرات. وبديل البوراك ماشي كل يوم البوراك ماشي كل يوم يعني دي سوفلي ولا واحد يبدل شويه من يكونوا كاين صوالح وكاين كلش تقدري تنوعي. هنايا تسمعوا هذيك القرمشه تاع خرط خرط خرط. وهنايا شريت هذيك الورود تاع البطاطا تاوعي بعد ما طابو كيما راكم تشوفوا، درت لهم فرماج غابي دخلتهم الكوشه. قد لي حكموا رواحهم وخرجتهم. والجلبان تاعي هنايا راه واجد ودروك نبدا يعني نحط في الفطور. هذه هي خواتاتي. وهنايا شوفوا الجلبان جاي شهي شهيتكم في الجنه ان شاء الله. جات تحفه، جات ديك المرقه خاطره مجمره ما شاء الله. زينتها بهذوك الحبيبات تاع الورود تاع البطاطا، والوحده هكاك تنوع كيما يقول لك نوعي. لازم تكون عندك افكار، لازم تكوني قافزه في كوزينتك، ولازم تكوني قافزه في صوالحاتك، ماشي غير تخسري صوالح في باطل. ديري حاجه بنينه وحاجه شابه وحاجه تكون متحوفه ياكلوها وليداتك وياكلها الزوج الكريم تاعك حبيبتي. هذا الجلبان ما كذبش عليكم الشيرات اكلاوه بناتي، جا بنين وجا شباب سورتو مع هذوك الورود تاع البطاطا. شوفوا كيفاش جاو بزاف بزاف شابين وجاو بزاف متحوفين وعطاو هذاك الشكل على الورده، يعني الشكل ورده مع هادوك يعني الفطائر اللي درناهم بديل البوراك جاو تاني طوب دو طوب شابين. قلت لكم في الطابله طاروا ليه ليه.
جات واحد البنة فيهم ما نحكيلكمش، وأنا راح نقسم لكم أحبيبة تشوفوها كيفاش جات من الداخل. شوفوا كيفاش جات ما شاء الله. جات ديك العجينة خاوية مقرمشة، يعني تحفة تحفة. ديريهم كل يوم وما تمليش منهم. ولكم هنا يبقاو على خير حبيباتي، ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله. مع